السلام عليكم، حياكم الله اخواني واخواتي. بعض الاحيان من كثرة الاستفزاز الواحد بيقول صعب يضل ساكت. الان امريكا الزمتنا، وللاسف حكومتنا الضعيفة والهشة واجهزتنا الضعيفة، الله يسامحكم ويغفر لكم ويهديكم، دخلونا بحرب ما لنا علاقة فيها، لا ناقة ولا جمل. جننونا بأخبار كل شوي: داعش 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 على الحدود الأردنية، تخوف. وكلهم يمكن 10 أشخاص، يعني اللي بيهربوا سيارات بهربوا مخدرات قدهم على 100 ضعف، يعني وعادي ماشية الدولة ما أحلاها ومحامي حدودها. موطن الشاهد مش هون، مش نقطة الآن داعش ولا نقطة حدودنا. دخلنا بحرب ما لنا فيها ناقة ولا جمل. اللي عم بيستفزني الآن الأخبار الأمريكية اللي إلها أيام كل شوي واشنطن قلقة من وجود أعمال إرهابية في الأردن، طلبت من رعاياها ما يروحوا على المولات. الخبرة المتواضعة اللي صار زي ما تحكي ولد في المدرسة، لو تتبعها بفهمها إنه عقلية العم سام، عقلية المخابرات الأمريكية، لما يكونوا، انتبه لي، ناويين يعملوا إشي ومخططين يعملوا إشي مشان يخلوا الناس يبينوا إنه والله استخباراتهم ما شاء الله عليها واو، وفي نفس الوقت يحققوا مزيد من الاستعباد للي اوريدي هم مستعبدينهم، بحذروا من إشي بين قوسين هم ناويين يعملوه. انتبه يا شعب يا أردني، إخواني وأخواتي، بيكونوا مخططين والله أعلم، وناويين والله أعلم. وعلى قولة الستات للأسف اللي بيقعدوا على فنجان القهوة، فتحات الفنجان اللي بيعملوا هذا الشرك، لما يقعدوا بيقول لك تف 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 بحطش بزمتي، خوف الله خوف الله خوف الله أم فلان خوف الله خوف. فأنا بقول على قولتهم خوف الله خوف الله خوف الله، واضحة مين اللي ناوي يعمل إشي إذا صار إشي. فإذا صار إشي في عمان، نسأل الله يحفظنا جميعا، أي إذاية من تفجيرات ولا غيرها، أظن أنه صرنا واعيين وفاهمين مين اللي ناوي يعملها ومين راح يعملها. مش اللي عم بيحذروا منهم، لا، هم نفسه اللي بيحذروا. والله أعلم، خوف الله خوف الله خوف الله، ناويين يعملوا إشي. فحسبنا الله ونعم الوكيل. اللي بيفرق بس هسه عن أيام يمكن سنوات ماضية أنه الناس صارت أوعى، والحمد لله انه في رب يحاسب، والحمد لله لا في موت، والحمد لله لا في قبر، والحمد لله انه كلنا راح نقف امام الله سبحانه وتعالى. اذا ما قدرنا نكشف كذبكم ودجلكم يا امريكان ويا من لفهم من العبيد، الحمد لله انه في موت وفي قبر. حسبنا الله ونعم الوكيل بس.